السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة محمد كريم. آه، الفنان رحمة الله عليه الملحن محمد رحيم بعد ما توفى وانتقل إلى رحمة الله تعالى، المفروض يعني لما بيبقى في أي حد ما بينه وما بين حد أخ أو قريب أو بعيد، بيبقى ما بينهم خلافات يعني. فانت المفروض من سترة الموت ان انت ما تفشيش سر الانسان اللي توفى ده وراح في طاعة الله عز وجل. ولكن للأسف لما كمان بتبقى الضربة او اللي بيفشي سر الميت ده او الانسان اللي توفى رحمة الله عز وجل، لما يبقى اخوك بيبقى الموضوع صعب جدا يعني، وبيبقى صعب على الناس القريبة لأخو المتوفي عفوا، سواء زوجته أو أبنائه أو أي حد من قرايبه اللي قريبين ليه، بالذات كمان لما يبقى الأخ. فالمهم يعني أخو الفنان والملحن محمد رحيم طلع اتكلم وأفشى أسراره، وأنا مش حابب يعني اقول ايه الاسرار اللي هو افشاها عن رحمة الله عليه الفنان محمد رحيم. يعني اتكلم بطريقة غير لائقة وخاض في سيرته بطريقة مش كويسة، وده المفروض ان هو اخوك يعني لحمك ودمك. فازاي يعني انت بأنهي قلب طالع تتكلم على اخوك ابن امك وابوك؟ ده لو واحد غريب الناس ما كانتش هتسكت له، فما بالك لما يبقى الكلام طالع من الاخ، من اخوك اللي من لحمك ودمك، وده راجل اتوفى وانتقل لرحمة الله عز وجل. فانت من باب اولى ان انت يعني، حتى المثل بيقول لك اذكروا محاسن موتاكم. فلما تبقى طالع تتكلم على اخوك بطريقة مش كويسة، ده طبعا موضوع مش محترم وغير مقبول. وانت المفروض ان انت راجل كبير وعاقل وفاهم، والمفروض يعني ايا كان واي شيء حصل بينك ما بينه وهو عايش، بعد وفاته لا يمكن ابدا ان انت توصل بيك الدرجة ان انت تخوض في عرض اخوك وتتكلم بيه وتتكلم في عرضه بالكلام بالطريقة اللي هي مش كويسة دي. فمن باب اولى المفروض انت تستر على اخوك وتتكلم عليه بطريقة كويسة وطريقة محترمة وطريقة مهذبة، لان ده اخوك لحمك ودمك. المهم ربنا سبحانه وتعالى ندعي له بالهداية، واكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما انت اتكلمت في حقه بطريقة مش كويسة وطلعت قلت الكلام ده وخدت في عرضه، اكيد انت كمان ربنا سبحانه وتعالى هيسلط عليك اللي يتكلم في حقك ويجيب طريقتك ويتكلم عليك بطريقة مش كويسة زي ما انت عملت في اخوك. في النهاية اهلا وسهلا بكم في قناة محمد كريم، وتابعونا في كل جديد، ودمتم اينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.